مايكل جاكسون كان عايز يعيش 150 سنة، وجاب 12 دكتور يفحصوه يوميا من راسه لحد رجليه، لدرجة ان الاكل قبل ما يدخله كان لازم يختبروه ويتأكدوا ان الاكل سليم وصحي. حتى السرير بتاعه كان سرير معين علشان ينظم طريقة نومه، علشان تنظم الاكسجين وهو نايم وكده. اللايك والشير ما تنساهمش ها. ووظف ناس كتير علشان يتابعوا صحته 24 ساعة. هو ما اكتفاش بكده وبس، ده كمان خد متبرعين جاهزين في اي وقت عشان يتبرعوا له بالاعضاء في اي وقت هو احتاجه. ولكن إرادة ربنا فوق كل حاجة. وفي يوم 25 من يونيو 2009 وهو عنده 50 سنة قلبه يتوقف تماما. الأطباء حاولوا يسعفوه، وكمان استعانوا بأطباء من أمريكا علشان يحاولوا يصحوه تاني، ولكن الموت غلب يا صديقي. الراجل اللي عاش 25 سنة ما بياخدش قرار في حياته إلا لما يستشير الأطباء، وكمان مش أي أطباء، ده أطباء على الفرازة. آخر رحلة ليه كانت في بث مباشر قدام 2 مليون و500 ألف شخص كانوا بيتفرجوا عليه. ليه؟ طب أنا بحكي لك قصة زي دي. الخلاصة هي مفيش حد مالك حياته ولا فلوسه ولا حتى ممتلكاته، كلها يا صديقي ما هي إلا نقش على الورق. الغنى مش حرام، لكن الغنى بالفلوس بس هو ده اللي خطر كبير قوي. الغنى الحقيقي هو رضا ربنا والصحة والقناعة بالحاجة اللي في ايدينا. وكما قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صل عليه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني ما تعلقش نفسك بالدنيا لأنك عمرك ما هتملكها، لكن امتلك إيمانك وأعمالك الصالحة. باختصار، مايكل حاول يهرب من الموت، لكن الموت بياخد الكل. فكر النهاردة قبل بكرة إيه اللي ممكن آخرتك تبقى عليه، لأن انت مش ضامن إن انت تعيش لبكرة. وادعي قول: اللهم اجعل آخر كلامي لا إله إلا الله. ولا تنسى اللايك والفولو. Thank you for watching، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.